مساء الخير ايميل، ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ ممكن تقولي ايه اللي لازم اركز عليه في العقد؟ بصي، تركزي في العقد كويس جدا لان ده هو الضمان الحقيقي ليكي. اول حاجه بيانات الوحده، رقمها، مساحتها، الدور، التشطيب لازم يكون مطابق للواقع. سعر البيع وطريقه الدفع، كل قسط مكتوب عندك بمبلغ وتاريخ واضح، واي فوائد او غرامات تاخير تكون واضحه في العقد. المواصفات بتاع التشطيب تكون مكتوبه تفصيليا، ارضيات، سباكه، كهرباء، المحاره، شكل الابواب، مش اي كلام عام، يعني ما يكونش كلام مبهم. مواعيد التسليم يكون في تاريخ محدد، في شرط جزائي على المطور لو اتاخر. المصروفات الاضافيه، الصيانه والجراج والوديعه لازم تبقى مكتوبه بارقام واضحه. وكمان في نقطه تاخدي بالك منها، حق التسجيل، تاكدي ان من حقك تسجلي الوحده بعد الاستلام. وبنود فسخ العقد، امتى ليكي حق تفسخي العقد وتاخدي فلوسك، وايه الغرامات عليكي لو انت اللي وقفتي. حاجه كمان، التزامات المطور زي المرافق، دي نقطه مهمه جدا، ميه، كهرباء، غاز، تسليمها لصالح تكون صالحه امتى للاستعمال. متنساش تعمل لنا فولو او سبسكرايب عشان تتابع كل جديد في سوق العقار.